لو كنتم بتحبوا تشربوا الشاي زي من غير سكر ويكون جنبه كيك أو بسكويت أو كوكيز يكون طعمه حلو ومعمول بشكل متميز، يبقى أكيد وصفتنا النهاردة السهلة البسيطة سواء في مقاديرها أو في تشكيلها أو في خبزها هتعجبكم جدا وتحبوها زي، لأن احنا النهاردة عندنا كوكيز بشكل وطعم متميز جدا وسهولة جدا في تشكيله وفي مقاديره وفي عجنه. لو أول مرة تشوفوني أنا دكتورة سهى، أتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير. عندنا 3 كوبايات إلا ربع من الدقيق، أنا استخدمت مج الشاي العادي اللي موجود في كل بيت. هنضيف عليهم كوباية من السمنة أو الزبدة الموجود، وهنخلطهم كويس قوي لحد ما كل ذرات الدقيق تتغلف بالسمنة، ونضيف عليهم نص كوباية من السكر العادي وبيضة واحدة. بعد ما نضيف لها معلقة صغيرة من الفانيليا هنضربها مع الفانيليا ونضيفها للخليط بتاعنا. عندي بقى حوالي 100 جرام او قطعة حلوة كده من الشوكولاتة البيضاء، هبشرها وادخلها الميكرويف تسيح او على حمام مائي وانزل بيها على الخليط بتاعي من الكوكيز لحد ما احصل على القوام اللي حضراتكم شايفين ده. هسيبها ترتاح لمدة حوالي 10 دقايق وبعدين أبدأ التشكيل مفيش أسهل من كده. هعملها كور صغيرة ودوس عليها بالشوكة هتديني شكل تحفة زي ما انتوا شايفين كده. هوصها في الصينية بتاعتي وادخلها فرن على درجة حرارة 170 درجة لحد ما تطلع لي بالشكل الرائع ده. مش قادرة اقول لكم لونها ذهبي جميل، الريحة تحفة تحفة الى ابعد الحدود. الشوكولاتة السايحة اللي حطيناها على المقادير خلت طعم الكوكيز في حتة تانية خالص، تحفة فوق ما تتصوروا. السكر مظبوط جدا، مش عالي مش زيادة، وزي ما انتوا حضراتكم شايفين مخرفشة ومقرمشة جدا. لو عجبتكم وصفتنا النهاردة أتمنى أن انتوا تنفذوها وتكتبوا لي رأيكم وأسئلتكم في التعليقات لأنها فعلا تستاهل أنها تتعمل. وبالهنا.